السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. ركز معايا بقى كويس قوي في الدقيقتين اللي انا هتكلم فيهم دول. سواء انت معاك عربية قديمة او جديدة او حتى عايز تجيب عربية، اخطاء ناس كتيرة جدا بتعملها وممكن بتدمر العربية بسرعة. فخلي بالك، ممكن الدقيقة اللي انت هتسمعها دي توفر عليك فلوس بالهبل ووقت بالهبل. اول حاجه البطاريه يا جماعه. ما تتغاضاش لو انت اشتريت عربيه مستعمله او لو معاك عربيه جديده اللي انت تبدل الاطارات بتاعه العربيه البطاريه بتاعه العربيه في وقتها. خلينا في الكاوتش او الاطارات زي ما احنا بنسميها عشان كل اخواتنا في البلاد العربيه يعرفوها. الاطارات بالذات بعد عمرها الافتراضي ممكن لو انت مشيت بيها ومع السرعه مع اي حاجه تقدر تعمل لك كوارث. فالتزم بمواعيد استبدال الاطارات بتاعتك سواء كانت طبيعه العربيه بتاعتك ايه. تاني حاجة البيجوهات أو شمعات الاحتراق اللي احنا بنسميها في مصر ممكن البوجيه. التراكم بتاع الأتربة والحاجات دي جوه الغرفة اللي فيها البوجيهات بتخليها تخرج عن العمل، وممكن تخرج عن العمل وانت بتسوق وانت واقف وانت بتسخن. وكمان الأنواع اللي كفاءتها قليلة ممكن بتضر كمان العربية أو السيارة. تالت حاجة زيت المحرك. زيوت المحرك دي هي اللي بتمنع الاحتكاك اللي بيحصل جوه أجزاء المحرك. وبالتالي لو الزيت ده اتحط بكمية قليلة أو بكمية أو نوعية مش بتاعة المحرك، ولو في شوائب أو ما اتغيرش في الوقت المناسب، كل ده بتعمل مشاكل في درجة حرارة الموتور، وإهماله بيؤدي لتلف المحرك. رابع حاجة الفرامل. انك انت تتجاهل استبدال تيل الفرامل او تعمل له صيانة بشكل دوري صح، او لو عندك اي اعراض في العربية بتظهر في التيل وفي سخونية في الكاوتش بتاعك او في الجنود بتاعتك، كل الحاجات دي ممكن تسبب لك مشاكل اكبر ولا قدر الله كوارث برضو. فلاتر الهواء ما تنساهاش. انت اهمالك لتنظيف فلتر الهواء اللي هو رخيص جدا، يعتبر ارخص حاجة بنتكلم فيها النهاردة، بيرفع من استهلاك الوقود بتاعك في السيارة. وبالتالي حاول قدر الامكان ان انت تنظف فلتر الهواء بشكل مستمر دوري. وعلى الاقل يعني المنشور واللي قريته ان انت بتبدله مرتين في السنه. لكن انا من وجهه نظري ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا، لكن ممكن واحد ما بيمشيش بالعربيه كتير زي واحد يمشي كتير. فانت تاكد ان هو يكون نضيف. طبعا حاول تبعد تماما عن القطع الغير المغشوشه. ممكن تكون بتوفر في الفلوس دلوقتي او في اموالك، لكن ممكن بعد كده هتدفع كتير في كتر ما انت بتركب قطع غيار مغشوشه. التنظيف بتاع المحرك، في ناس بتنظف المحركات وبيبالغوا في تنظيفها وبيحطوا بقى بيقول لك مواد كيميائيه وازاله الاوساخ ومش عارف ايه، وممكن الحاجات دي تكون مضره شويه للموتور. السيور ركز عليها، والاماكن بتاعت الاطارات. واشوفكم على خير.